السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جبنا لكم خبر صادم جدا في حادثة غريبة وصادمة هزت الرأي العام الجزائري مساء الأربعاء. قال لك طفل في مقتبل العمر 11 سنة فقط يقوم بطعن معلمته بخنجر في ساحة المدرسة ببلدية تاكسلاند الواقعة بولاية باتنا شرق الجزائر. يعني طفل لا يتجاوز 11 سنة يحمل معه سكين ويقوم بطعن أستاذة في ساحة المدرسة. والله شيء كارثي. أسباب الحادثة يقال أن الأستاذة هي أستاذة لغة عربية طلبت من التلميذ الكف عن التشويش والسكوت خلال الدرس، لكنه واصل إزعاجها ولم يكترث يقال أن الأستاذة اضطرت لطرده من القسم بسبب المشاكل المتكررة ليقوم الطفل بترصدها في ساحة المدرسة. وبعد خروجها من القسم قام بطعنها بخنجر حاد في الظهر، الأمر الذي تسبب لها في جرح غائر فأفقدها الوعي. جو الإسعاف نقلها للمستشفى أين خضعت لتدخل جراحي عاجل جبت لها الموت الحمد لله. عانت من نزيف في الظهر والآن راهي في تحسن ملحوظ تحت العناية المركزة. هذه الحادثة أثارت استغراب الجزائريين والسخط لدى العامة والخاص، خاصة الأوساط التربوية الذين استنكروا هذه الحادثة. نشطاء يطالبون بالردع لهذه المظاهر والظواهر المنتشرة في الوسط التربوي، حيث قال مثلا المدون عدنان قارة فقد وجه دعوة إلى السلطات القيام بالردع والعقاب الشديد والعلني، معتبرا أن الطعنة التي تعرضت لها الأستاذة تعد بمثابة ناقوس خطر للتنبيه لما آلت إليه المؤسسات التربوية وما وصل إليه حال المجتمع الجزائري. نرجو من السلطات التدخل الحازم للحد من هذه الظواهر المتفشية، خاصة في أوساط المتوسطات وحتى الثانويات. هذا كل ما في القصة وشكرا لكم.